والكلمة الآن سي محمد الحبيب قريشي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عم قرانا ربعت الحكومة ايتما استماع مدلقي من السلام عليكم. تميزرتني غاتشي ولا تمازيغ تيتنين فلاش الدستور مكارو خاديني هاد سترنت مزيغت اي الواشون تود بالحيات تشتيمت اغلب نشات نمزدغو الا وجارنا كوزيل. الله يرحم والديكم موينين ما يتمازيغ ايتقملنا تقبلي التشاوي التنظبي التماهو التشناوي التشلحيت الا انت الزون 5 نكات نمزدغو ما موينين سمات خاتناري تيفينا استعراض شتاروميت توكقراكم مش الحساب اكيد تقيم اتينيمتو التمازيغ تذكرني ضد الادينين نشنين دمزاغي مزار اشونيغ هادشي ولا تشلحيت نيكنوكات جاج نمزدغا مقرا نغلب اني غاتشي ولا باش كادرا شمدنينان مي غنيغ لا للدستور لا للدستور اشي نغاش توديك تشيشن تقيم الفتن تمزدغو تليم الزرم الشات نضارنكم إمارو أندول نكيلان الشاتنا القوانين العقوبات أي تما يستمع المشكل نمزدغو وهود القوانين المشكل داشي قرش تمورت ورأفة بكم وبمسامعكم أو توقفوا عند هذا الحد ولا يستطيع أحد أن ينكر عني مخاطبتكم بهذه اللهجة التي استعملتها لأنها أمازيغية جزائرية دستورتموها منذ أسابيع. من المؤكد يوجد في هذه القاعة النائب القبائلي الشاوي التارقي المزابي الشنوي والشلحي ذات الخمسة فرق. تصوروا لو خاطبكم كل بلهجته وهو على حق حسب الدستور الذي تصادقتم عليه منذ أسابيع، وهذا من الأسباب التي جعلتني أقول لا لدستور الفتنة. أحاول أن أترجم قليلا مما قلت كالتالي: أولا قلت أخاطبكم بالمزاغية التي دسترتموها مؤخرا، وهذا شيء سيء لمستقبل هذا البلد. بربكم من يقنعني بأي لهجة سترسم الأمازيغية، هل بالقبائلية، هل بالشاوية، المزابية، بالتميهاق، بالشنوية، بالشلحة التي تنقسم إلى 5 مناطق؟ وكيف تكون الكتابة بالتيفيناغ، بالعربية أو بالرومانية ناهيك عن الحساب؟ لو رسمنا إحدى هذه اللهجات تقوم فئة أخرى تقول نحن الأصل، وهذه قنبلة موقوتة ناتجة عن قرارات ارتجالية غير محسوبة. والآن نعود إلى الموضوع، القانون الذي نناقشه اليوم. جاء في هذا القانون لتتميم ميثاق الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب العالمي الجديد. من حقنا أن نتساءل معالي الوزير مستقبلا لا سمح الله أدرجت حركة البوليزاريو منظمة إرهابية، كيف يكون التعامل مع الصحراويين في الأراضي الجزائرية؟ وكذلك ما موقفنا تجاه المنظمات التحررية العالمية؟ أين القضية الفلسطينية في هذا القانون؟ ومن المؤكد يوما بعد يوم تدرج الفصائل الفلسطينية المجاهدة كمنظمات إرهابية. بالأمس قالت العدالة الجزائرية إن وزير الطاقة السابق شكيب خليل سارق وفاسد بامتياز، والإعلام الفاسد يملك من الوثائق والأدلة ما يدين الوزير. وبعد مدة يظهر علينا الوزير السابق بريئا ومسكينا، والمخابرات الجزائرية فبركت له ملف الفساد. من الأخلاق أن يمر على العدالة التي تقوم بتبرئته حفاظا على ماء الوجه والعدالة الجزائرية، لا مرورا على الزوايا والإعلام الفاسد الذي يشترى بدنانير معدودة. وأتساءل كذلك عن الوثائق المسربة في قضية بنما التي جاءت باسم وزير الصناعة والمناجم الجزائري، أين العدالة؟ ويسوق لنا الإعلام الفاسد إنها أيادي أجنبية لا تريد خيرا للجزائر، ولكن رأينا وزراء دول أخرى استقالوا طواعية بسبب الفضيحة. ولا أنسى أن أنقل انشغالات الأساتذة المتعاقدين المحتجين في الشارع لإدماجهم في مناصب عملهم، وها هي الوزيرة تحاول جر مجلسنا الموقر والهيئة التشريعية لإعطائها دعم قانوني لإقصاء هذه الفئة. أين جزائر العزة والكرامة التي تتغنون بها؟ والسلام عليكم. سي